السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم متابعي قناة منوعات أسماء فؤاد. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. بالمناسبة دي هنشتغل مع بعض الفانوس الميدالية ده، بسيط وخفيف وخاماته بسيطة، هتقدروا انكم تنفذوا معايا بكل بساطة. شوف مع بعض هنستخدم معايا هنا كريستال زجاجي 3 مقاسات مختلفة، مقاس 4 40 خرزة، مقاس 6 12 خرزة، مقاس 8 16 خرزة. وكمان هحتاج خرز الكمثرى اللي هو ده شكله اصغر، مقاس 16 خرزة برضه، وحلقة الميدالية بتاعتنا. وهستخدم مع الخرز بتاعي خيط مقاس 40، لان فتحة الخرز معايا بتبقى ضيقة في الكريستال الزجاجي، علشان كده هستخدم خيط مقاس 40. ويلا بينا نبدأ مع 4 خرزات من مقاس 4 وأوسطنهم في الخيط كده، ومكان ما الخيط خارج من الخرزة الأخيرة بالطرف التاني هرجع فيه. هنا مش هشتغل بنظام العقدة لأن فتحة الخرز عندي ضيقة، وهعمل غرزة رباعية. بنفس الطرف اللي خارج ده هدخل في الخرزة اللي في الجنب دي. أصبح الخيط عندي خارج من الخرزتين دول، يعني الخيط فيه خرزتين على اليمين وخرزتين على الشمال. بعد كده هعمل ايه؟ هحط 4 خرزات من مقاس 4، دي 1 2 3 4، ومعاهم هحط الحلقة بتاعتنا دي. تمام. الخيط اللي انا ده حطيت فيه الخرز من ناحية اليمين، تمام. هاجي من الطرف اللي هو الطرف الشمال خارج اهو من الناحية دي، الخيط خارج كده، هدخل بالطرف اليمين عكس ما الخيط خارج كده. عملت حلقة فوق الغرزة الرباعية بتاعتي اللي هي العلقة بتاعت الفانوس. تمام. طيب فوق الخرزة دي هبني ايه؟ هبني خماسي على 1. هحط خرزة من مقاس 6 وخرزتين من مقاس 4 وخرزة مقاس 6. انا هنا حابة اعمله الوان. تمام. وهجيب طرف الخيط الشمال وهدخل عكس الخيط. انا طبعا مطولة الخيط معايا عشان محتاجش ان انا اوصل الخيط في الميدالية. تمام. طيب بعد كده بالطرف اللي تحت هدخل في الخرزة اللي في الغرزة الرباعية التانية، وهكمل واعمل على ال4 خرزات اللي هما بتوع الغرزة الرباعية خماسي على 1. هحط معايا واحدة أساسية من اللي تحت، واحدة في الجنب، هحط 2 مقاس 4 كده، وواحدة مقاس 6. بالطرف التاني هدخل عكس. بالراحة خالص وانت شغالة عشان الخيط في الخرز الزجاجي ما يتقطعش منك. هفضل ماشية بنفس الشكل على السطر كله.
خرزتين مقاس 4 وخرزة مقاس 6. هنا ممكن يعني ما بين كل غرزة والتانية كده غرزتين 3 اعمل العقدة. في الخرز الكبير اللي هو مقاس 6 مقاس 8 بيبقى سهل ان انا اعمل العقدة، وفي نفس الوقت تمسك لي الشغل معايا شوية. هدخل في اخر خرزة معايا من السطر اهي، وهطلع من اللي في الجنب اول واحدة حطيتها في السطر كده، وهحط خرزتين مقاس 4 دي 1 2، وفي اخر خرزة هرجع للطرف التاني فيها بالشكل ده. تمام، واضح معاكم؟ بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ هبني على كل غرزة من دول رباعي، بس رباعي بقى ايه؟ هنا هبدأ في الطرف اليمين هحط خرزة من الكمثرى، تمام، بس هحطها عكس، اللي هو الضيقة هي اللي هتبقى من جوه، والكبيرة شوية او الاسمك شوية تبقى من فوق، تمام. ومعاها خرزة مقاس 8، ونجيب كمان واحدة من الكمثرى هنحطها بقى عكس، تبقى بالشكل ده. شايفة الشكل معايا؟ وهعمل رباعي على 1. تمام، هتبقى الشكل ده. هدخل في اللي بعدها وهنكمل برضو رباعي على 1. هنحط واحدة مقاس 8 وواحدة من الكمثرى، هتبقى بالشكل ده، ونعمل العقدة بتاعتنا. في الخرز الكبير او اللي فتحته واسعة اقدر اعمل العقدة. همشي كده على السطر كله. وصلت هنا لاخر السطر، دخلت في اخر غرزة من تحت وطلعت من اللي في الجنب، وهحط خرزة مقاس 8 واعمل العقدة بتاعتي. وشد كويس وادخلها جوه الخرزة. ده الشكل عندي. بعد كده هعمل ايه؟ السطر الجاي هعمله برضو رباعي على 1، بس هعمل ايه بقى المرة دي؟ هاخد خرزة من الكمثرى وهدخلها بالشكل ده، المرة دي السميكة شوية من الناحية دي، الرفيعة من فوق، وهاخد خرزة مقاس 4 وخرزة من الكمثرى اللي هي هتبقى عكس دي، تمام. وهشتغل الغرزة بتاعتي رباعي كده، هتبقى نايمة لجوه شوية. هدخل في اللي بعدها وهحط واحدة مقاس 4 وواحدة من الكمثرى، وهسحب وشد كويس العقدة وادخلها جوه، واكمل السطر بنفس الشكل ده. وصلت لاخر غرزة معايا في السطر، هدخل فيها واطلع من اللي في الجنب
اللي هي اول غرزة في السطر اشتغلناها، وشد، خدي بالك عشان الخيط ما يلفش حوالين الشغل، وهحط خرزة مقاس 4. هنا ممكن اربطها او احط اعملها يعني بالعقدة عشان تمسك لي السطر، اللي هو مادام مش هدخل فيها خيط تاني ممكن انك تشتغليها بالعقدة، بس بالراحة وانتي بتدخلي العقدة عشان الخيط ما يتقطعش. ده الشكل عندي اهو. بعد كده فوق كل خرزة من دول هبني رباعي على 1 بمقاس 4. ادي 1 2 3 ومعايا واحدة أساسية من اللي تحت، هدخل عكس الخيط واعمل غرزة رباعية اهي. السطر كله رباعي على 1 خرز مقاس 4 لآخر السطر. آخر خرزة معايا مقاس 4 هقفل بيها السطر زي ما متعودين، غرزة رباعية. تمام. هنعمل بقى السطر الأخير، هاخد خرزة مقاس 6 وخرزة مقاس 8 وخرزة مقاس 6 وهعمل غرزة رباعية بالشكل ده. هو الفانوس سهل وبسيط وعدده صغير جدا، يعني مش هياخد منك وقت خالص. لو انتي بتتعبي من المقاسات الصغيرة ممكن تكبري المقاس، يعني تستخدمي مقاس 6 و8 و10، يعني مفيش اي مشكلة. تستخدمي الخرز الكمثرى اللي هو الحجم الوسط. بس هو بصراحة الخرز الكريستال كل ما كان مقاسه اصغر كل ما كان الفانوس هيبقى شكله اصغر وهيبقى احلى ومش هيبقى تقيل. تمام. هعمل الغرزة اللي بعد كده، هحط خرزة مقاس 8 كده وخرزة مقاس 6. السطر كله هيبقى رباعي. وصلت لاخر السطر هقفله معاكي، دخلت في اخر غرزة او اخر خرزة معايا اللي هي مقاس 4 وطلعت من خرزة مقاس 6 وهقفل بخرزة مقاس 8. هنا بقى احطها واربط واقفل شغلي، اربط ربطتين كده واقفل الشغل ان انا اداري العقدة بتاعتي جوه الخرزة واقص اي زيادة. داريت العقدة بتاعتي وقصيت الخيط الزيادة وركبت حلقة الميدالية بتاعتي في الحلقة اللي كنا حاطينها في الشغل، وده شكل الفانوس. طبعا لو عايزة تحطي وحدة اضاءة في النص ممكن تحطيها يبقى شكله حلو قوي. ودي ورشتنا النهاردة، يا رب تكون سهلة وبسيطة وتقدروا انكم تنفذوها، واحب اشوف تطبيقاتكم. ويا ريت يا ريت يا ريت شير للفيديو كتير على قد ما تقدروا، ولايك للفيديو لو عجبكم، واشوفكم على خير.